لا بصراحة عجبني جدا بصراحة ان انا اول تجربة ليا النهاردة. كان حلو قوي وكان كويس جدا يعني سريع، وبيسهل مواصلات يعني كشخص يعني بيروح اي حتة نفسه يروح يعني كذا مكان، فكان حلو قوي شايف بصراحة. ان هو بيوفر الوقت والجهد؟ اه سريع بصراحة، كان وفر وقت كتير يعني. بتقيم مستوى الراحه والنظافه داخل المونوريل ازاي؟ لا هو بصراحة يعني شيك جدا جدا جدا، يعني مستوى عالي يعني بصراحة، يعني النظافة حلوة قوي، المكان شكله راقي كويس جدا، فده كان عاجبني قوي بصراحة. تحفة بصراحة، حاجة عظيمة يعني. دي تالت مرة أركبه. أنا ركبت يمكن للجزء اللي هو بتاع العاصمة الإدارية، بس حاجة تدعو للفخر يعني وجميلة. وحتى الجزء بتاع مدينة نصر ده أنا شايف إن الناس هتستخدمه استخدام كويس في تنقلاتهم وتحركاتهم. وربط التجمع الخامس بالعاصمة الإدارية، يعتبر اللي هم الامتداد اللي من 15 سنة بالامتداد اللي جاي جديد بمدينة نصر، اللي هي اوريدي امتداد عن القاهرة القديمة. فلا يعني أنا شايف إن هو واحد من أهم المشروعات اللي اتعملت يعني. طبعا ده حاجة فخمة، وبنبارك للريس ونقول له كل سنة وانت طيب، وربنا يزيد ونفتتح مشاريع كمان وكمان. التذاكر مناسبة وإن شاء الله يوفر الوقت زي ما حضرتك ما قلت يعني. شايف التوقيت الزمني اللي في بدء التشغيل المرحله الثانيه للمونوريل، المنتخب وثوره 30 يونيو، شايف ازاي ده من وجهه نظرك؟ والله كل نجاح دايما بيجيب نجاح، وإن شاء الله يبقى فيه دايما تقدم وازدهار إن شاء الله. وفرت لي وقت ووفرت لي تعب ووفرت لي زحمه. انا يعني بالاخص معايا عربيه فركنتها، وركنت برضو العربيه دي تاني مره في المرحله الاولانيه، وحاجه جميله جدا بصراحه يعني مفيش. تقيم الراحه والنظافه داخل عربيه المونوريل ازاي؟ يعني بديها 100% بصراحه، يعني نظافه ونظام جميل جدا 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 بصراحه. بيوفر وقت عشان هو وسيله نقل سريعه وحلو، وبعدين فوق الدنيا بقى، فشايفه الدنيا وشايفه شايفه الحياه، الدنيا والحياه بقى والحاجات دي، فحلو. هو مناسب جدا لان فعلا ثوره 30/6 في نفس التوقيت بتاعها، فخلاص احنا هنفتكر دايما ان افتتاح المونوريل في المرحله الثانيه هتكون في نفس كأن احتفاليه سنويه بقى، من نجاحات لنجاحات ان شاء الله. إن عملوه سهل بقى من الاستاد بقى للعاصمه، دي احلى حاجه يعني. خط تشغيل الخط اللي عاملينه ده جميل يعني. حاجة جميلة جدا والله، اللي هم في الوقت القياسي ده قدروا يشغلوا المرحلة التانية بعد المرحلة الأولى على طول. فحاجة جميلة جدا يعني ما شاء الله. في كذا حدث حصل في وقت قياسي، إذا كان الثورة، منتخب شرفنا، والنهاردة احنا الحمد لله بنتأهل. فحاجات كتير تدعو للفخر، يعني الواحد وهو موجود هنا يعني بيبقى مستمتع ما شاء الله يعني. حاجة عظيمة جدا يعني بجد. النهارده انا ركبت المونوريل انا واولادي عشان بس نتفرج على عظمة مصر والحاجة الكويسة اللي مصر بتعملها. طيب، شايف ان المونوريل هيوفر الوقت والجهد للمواطن؟ طبعا انا عندي عربية وركنتها وعملت المشوار بالمونوريل النهارده، لا اوفر لي واقل في الوقت بكتير. سبحان الله، يعني دايما شهر 6 ده بيكون عندنا فيه حاجات كويسة جدا، ويعني المنتخب الحمد لله فرحنا. والنهارده يعني المونوريل كمل بداية التشغيل من الاستاد لغاية العاصمة، فيعني كل التوقيتات في شهر يونيو ما شاء الله يعني. لا، ما حسيتش بالرحلة. أنا رحت من مدينة نصر لحد العاصمة، ما حسيتش بالوقت، ومكيف، وما حسيتش إني قلقان إن أنا راكب حاجة ما فيهاش سواق. يعني حسيت إن أنا يعني مبسوط جدا، وما حسيتش بالوقت. أنا اتفاجئت إن أنا بقيت في العاصمة. عجباني ان انا ممكن اقف من هنا واشوف بقى المنظر من تحتها، استاد بقى والطرق وكل حاجه، بجد احساس جميل جدا. تحيا الناس، تحيا مصر، وتحيا الحياة لكل اللي محتاج لها. تحيا الناس، تحيا مصر، في خير وفي أمان، ويكبر كمان حلمها. تحيا الناس، تحيا مصر، وتحيا الحياة لكل اللي محتاج لها. تحيا الناس، تحيا مصر.